مش كده يا ابني؟ سنة 64 المؤتمر الأول. قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما يلي: الفائدة على أنواع القروض كلها، يعني تودي للبنك بفايدة، هتاخد من البنك بفايدة. ما جيت انطول، هو البنك ضربك على ايدك؟ الله، هي البت لما غررت بيه وخدته تحت الشجر يا وهيبه ضربته على ايده؟ ومع هذا قال له لا، تعالوا يقام عليكم الحد. بيقول الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، ده بيقترض عشان ياكل، لا يروح يجيب لحم خنزير ويطبخ للعيال لحم خنزير، وما يسمى بالقرض الانتاجي. كان عباس زكي هو اللي طلع البدعة دي، وعملوها وزير اقتصاد بعدها، وعاملين له مركز هنا مركز. بيقول ايه بقى؟ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين، نوع الربا الانتاجي والربا الاستهلاكي. خلاص؟ طيب. اثنين، كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقلت قبل كده في لقاءات تانية أضعاف مضاعفة، ودي مرحلة من مراحل التشريع. 3، الإقراض بالربا محرم، لا يبيحه حاجة ولا ضرورة. الحاجة دي اللي هي إيه؟ عايز جبت الحاجة اللي هي بيسموها من باب التحسينات، الضرورة اللي هي من باب الضرورات. الضرورة إما عملتهاش هموت، كل من لحم الخنزير، كل من لحم الميتة وموت وما تموتش. طب أجيب قرض بالربا؟ لا لا. طيب دي اللي اسمها الضرورة. طب الحاجة، البت عايزة أشورها، عن أبوها ما تشور. البت دخلنا لسه عايزة التلفزيون، عن أبوك ما جاب ده عايزة ثلاجة، تبقى تحط عند أختها ولا عند جارتها. دي اسمها الحاجة. الحاجة اللي هي اللي فيها إيه؟ اللي فيها تحسين أمر المعيشة يعني. الحاجة غير التحسينات بقى اللي هي عايزة الستاير، دي التحسينات. ده كله لا يسوغ الاقتراض بالربا. تروح تجيب بالقسط، وعلى ان القسط ما دام ما تثبتش السعر. يعني ايه؟ الثلاجه دي ب 100 وبالقسط 150، خلاص تثبت السعر. لا الثاني فور ب 100 في بتاع دي قسط سنه 120، سنتين 140. هو ده الربا، هو ده عين الربا، هو ده ربا النسيئة. معايا؟ في الأكل بقى يبقى ربا الفضل. بتاع دي كيلة قمح جيد بكيلتين قمح رديء، قال لا، تبيع الرديء وتشتري به جيد. فالإقراض بالربا محرم، لا تبيعه حاجة ولا ضرورة. والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، اللي هو الاقتراض تدعو إليه الضرورة. وكل امرئ متروك لدينه في تقضية ضرورته. وبعدين بقى للحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. الكلام ده كنا كان سنة 64. خلاص. نيجي بقى سنة 72 برضو أعمال المجمع البحوث سنة 72 اللي تساوي 1392. قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعة قاطعة في تحريم الربا. ده بيأكد اللي جه في 64، يعني بعد 8 سنين. وبعدين كثير الربا وقليله حرام، الإقراض بالربا محرم، لا تبيحه الحاجة ولا الضرورة. أعمال البنوك وصرف الشيكات إلى آخره، نفس يعني تأكيد على إيه؟
ها الحسابات ذات الأجل وكذا، الحسابات ذات الأجل وفتح بالاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. فيا فضيلة الشيخ الله ينتقم منك إن يعني أصررت على موقفك الشائع، ربنا ينتقم منك، لأن في فضلا عن خيانة الشرع وخيانة مقتضى الوظيفة، ده خيانة للمؤسسة. معايا؟ خلاص كده كفاية كده. طيب ده سنة كام؟ 92. خلاص كده؟ 72. 72. طيب دي كام بقى يا سيدي؟ ده قبلها 71، فمعذرة 71 أعمال مجمع البحوث الإسلامية، التوجيه التشريعي في الإسلام، مجمع البحوث الإسلامية، كان الأمين الشيخ بصار اللي قالوا فيه للذئب المؤتمن ولا بصار صلى عليه الطيب المنكر. ماشي. بيقول إيه بقى؟ قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما يأتي: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، نفس ردد اللي قبل كده. الإقراض بالربا ربا محرم، أعمال البنوك من الحساب وصرف الشيكات واختراط والكمبيالات كل هذه من المعاملات المصرفية، وما يؤخذ في نظير ذلك ليس من الربا، دي اللي زادت بس. الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرم. ده سنة كام يا حبيبي؟ ده سنة 71. أعمال إيه؟ أعمال مجمع البحوث الإسلامية، اللي كان أمينه مين؟ كان أمينه الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار. ليه بقول بيصار؟ كان راجل وفي. طيب دي مجلة الأزهر يوليو 1990. ده بقى سيدنا الشيخ الله يرحمه الشيخ جاد عليه رحمة الله. فتوى في حكم الإقراض والإقراض. يقول الشيخ ده في مجلة هو برضه هي أنا علشان الصورة طالعة واضحة عندك والعدد وبياناته